هذه قصة حصلت في أحد المدارس نقلا عن أحد الزملاء لي. بما أني كنت رئيس قسم الإدارة النفسية فأمر على مدراء المدارس وأزورهم والمشرفين والمرشد الطلابي، فجلس معي أحد الأخوان من المرشدين الطلابيين الآن يسمى الموجه الطلابي. فذكر لي قصة غريبة عجيبة. فقال لي أبو محمد احنا عندنا عادة الضعاف من الطلاب، الضعاف ماديا، هناك الدولة جزاها الله خير تخصص لها اللي يتولى المقصف، يخصص له طلاب الضعاف من 20 إلى 30 طالب، يعطيهم كسوة الشتاء وشيء من المقصف كل يوم، كوبونات صغيرة كروت يتفطر فيها الطالب. فأحد الطلاب في الصف الأول ابتدائي من جنسية عربية ويقول شفت الأسماء اللي عندي ولا يعني تقريبا 25، قلت له وصلوا من 30 ندخل المحتاجين. فدخلوا أحد الطلاب في ذلك القائمة. شكرا. فأعطيناه ثوب والله يكرمكم وشرابات وجزمة. راح إلى البيت أعطاه لأبوه. هم بكرة جانا الأب قال جزاكم الله خير، كثر الله خيركم، واللي تبرع واللي أهدى واللي حسبت الولد بهذا، لكن والله حقيقة احنا ما احنا محتاجين هذه. بعدين القياسات اللي على الولد كبار ما تصلح له، فجزاكم الله خير اخذوا هذا. لكن أنا يا أخوان مهنتي خياط، أنا مهنتي خياط، فبإمكاني تحددون لي 10 أسماء وأموري المادية كويسة، فأعطوني فرصة أني أنا أتبرع لكم ب10 ثياب في السنة، أنا ترسلون لي بطريقة ذكية وتحفظ كرامة الطالب وأب الطالب، تعطون الوالد كرت أو بطاقة اسم الطالب والصف، يجيني إلى محلي في الخياطة وأفصل له على قياسه، وأنه يعتبر نفسيا الطالب مبسوط من أبوه أنه أبوي خيط لي ثوب. يعني هذه عند الابن شيء كبير جدا، أن أبوي راح معاي وداني إلى خياط نظيف وخياط كذا، وأن ثوبي هذا يعني ما هو جاي هدية، جاي من أبوي وداني الخياط. فاستحسنوا بعض الأولياء الأمور، وفعلا مع الأيام توطدت العلاقة بين الخياط وبين المرشد الطلابي. قال هذا الابن ليس ابني، هذا ابن أخي، وأخي ما شاء الله عنده أبناء. فقلت له يا أخوي أنا حرمت من الذرية، فأبي الولد هذا يكون عندي. وفعلا يقول من يوم ولد الابن هذا وبدأ يربع عندي في البيت، يقول وأنا وأخوي وهذا نلتقي كل جمعة مع بعض، لكن خلاص صار عندي وأنا مسؤول عنه من كل شيء. فيقول زميلنا يقول ما شاء الله استحسن الفكرة، وبدينا أول سنة. السنة الثانية قال يا مرشد طلابي لعل 30 طالب كلهم جيبوا لي، وجزاه الله خير المتبرع ودوا إلى مدرسة أخرى، هذول كلهم جيبوهم، كل واحد معاه كرت وأنا اللي أفصل لهم. فعلا يقول ما شاء الله بعد 3 سنوات فتح الله عليه ورزقه بالذرية 3 أبناء. سبحان الله. 3 أبناء، بنت وولدين. وبعد ذلك ما شاء الله انفتح عليه موضوع محل الخياطة. فقال أنا والله ودي يعني أنتقل إلى مكة، لكن المحل شغال. انتقل إلى مكة ما شاء الله، ولا زالت العلاقة بيني وبينه، وفي مكة فتح 5 محلات ما شاء الله. نعم. يقول والسنة الجاية ويجي توأم ابنين. المهم بعد ما انتهى الطالب
الابتدائية ما يقارب عنده 7 أولاد أو 6 أولاد وبنت. سبحان الله. أي. إلى أن فتح الله عليه الرجل وبدأت تأتي شركات تطلب من عنده ملابس عمال كاملة. اضطر انه يروح يفتح مصنع في الصين. قال لي يا اخوي المرشد طلاب، قال انا والله ودي اتوسع في هذا الموضوع، فجزاك الله خير اذا عندك مدرسة اخرى. لقى الخير، وجد الخير. وجد الخير. وجد الخير في هذه الصدقة. والرجل في هدوء يقول إلى أن أنا معاه تقريبا 12 سنة 5 مدارس في الحي، 200 ثوب سنويا يخيط لهؤلاء الطلاب. وما شاء الله عليه بدأ يتوسع. عادي يقول بدينا نتكلم معه، قال والله يا اخوان انتم ما تدرون، قاعدين في هالمدرسة ما تدرون ايش سويتوا لي انتم فتحتوا لي باب انتم ما تدرون عنه. فتح الله لي باب رزق، يعني رواتب المدرسة هذه كلها 10 سنين اسددها بسنة واحدة. الآن يقول أنا بديت أقول للمصنع اللي عندي إذا أخذ الطاقة نهاية الطاقة يبقى متر ونص، متر 40 سنتي، بتعزلوها. هذه ما لا يمكن نخيطها الرجال مثلا، عزلوها. يقول يوم شفت بنهاية العام تقريبا ما يقارب أكثر من 2000 قطعة، متر ونص، متر 20، متر 40، تصلح للي بأول ابتدائي، باللي بثاني ابتدائي، تصلح سراويل طوال، قميص. فيقول قمت أوديها إلى أفريقيا. يا ما شاء الله. من الصين أوديها إلى أفريقيا، من الصين إلى بعض الجمهوريات العربية. يقول حاليا زميلي البارحة اتصل أنا معي، يقول حاليا الآن ما يقارب 10,000 قطعة في السنة يوزع مجانا. تعدت تجارته ليس في المملكة، طبعا المملكة الحمد لله هي أقوى مركز تجاري في الشرق الأوسط كاملة يعني. فيقول الآن نشاطه توسع إلى دول الخليج العربي ما شاء الله، كمصنع خياطة. وبدأ مو بس الثياب، بدأ يعني أنواع القمصان، السراويل الصيفية وأشياء. فشوف أثر الصدقة يا أخوان. كذلك أنا متأكد، ما وصلتنا أخبار، لكن متأكد كذلك في أخواننا أطباء نفس الحكاية. رب هناك صيدلية يجي فقير ما عنده 50 ريال، ما عنده إلا 25، يقول توكل على الله خذ. ربما صاحب الصيدلية يقول للعامل أنت لك هامش مثلا 1000 ريال في الشهر، اللي تشوف حالته غير مستطيع ربما لك هامش 1000 ريال تستطيع أن توزع على كذا. وهناك الكثير من التجار، من المخابز. هذه الروح إذا سادت بين المجتمع حقيقة والله يا أخوان سيرى المجتمع النور من أوسع أبوابه، والخير والرزق والمطر، ويفتح الله عليهم في الهداية وصلاح الأبناء.